الواضح كده ان امام عاشور لسه عامل خرم وخرم كبير كده لاخواتنا الزملكاويه. هتقول لي ليه يا ابو سيد؟ هقول لك يا باشا، امبارح المنتخب بيلعب، مال الزمالك ومال امام عاشور ومال النادي الاهلي. المنتخب بيلعب فخلاص، ما في امام عاشور لاعب في المنتخب، احمد سيد لاعب في المنتخب. لكن بص، اصل امام عاشور بقول لك ايه، قبل اي حاجه ما تبخلش على اللايك والاشتراك وتفعل الجرس. معاش اخبار لوز اللوز، مع اخبار عن النادي الاهلي، عن الفرق المصريه، عن الفرق العالميه، عن المنتخب. في صفقات النادي الاهلي، فما تروحش مني بعيد. وخير من نبي صلاه الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك، ما عجبكش الفيديو برده ما تبخلش عليا باللايك. تعال نروح على الاخبار، بعد كده نرجع للتفاصيل لان معايا شويه كواليس لوز اللوز. بص، صفقات النادي الاهلي، لجنه التخطيط قعدت مع مارسيل كولر وحصلت ايه؟ ده مارسيل كولر عايز ناس، لجنه التخطيط بتقول له لا. فخليك معايا لاخر الفيديو وما تروحش مني بعيد. بقدم محمد صلاح، منتخب مصر يتعادل مع غينيا بيساو 1-1، جون جميل الصراحه. مجموعه مصر مالها عرب، بوركينا فاسو تتعادل مع سيراليون 1-1. اصابه مصطفى محمد في اربطه الركبه وسيخضع لفحوصات. الف سلامه عليك يا مصطفى يا محمد. وكيل وليد ازار وماله يا عرب، الزمالك كان يرغب في ضم وليد ازار، وليد ازار قال لهم معلش ما بروحش الزمالك. ابراهيم حسن ماله يا عرب، الاجواء بين افراد المنتخب ممتازه وممتازه جدا. ابراهيم حسن تاني ماله يا عرب، صلاح يثق في حسام والفتايين يهدوا شويه، قصده الهجاصين. الاهلي يقترب من انهاء صفقه يوسف ايمن او ايمن يوسف مدافع الدحيل. وعايز اقول لك حاجه، ده بيدل ان محمد عبد المنعم نسألك الرحيل. لجنه الانضباط مالها عرب لم تستقيل وما تردد غير صحيح. اتحاد الكره اتفق مع بريرا رئيس لجنه الحكام على رحيله بنهايه الموسم. طب مع السلامه يا عم، بس انت يعني سبحان الله ناس بتيجي تاخد فلوس وخلاص. نيجيريا تسقط امام بنين وتصبح في خطر من المونديال، من التاهل للمونديال. انشيلوتي ماله يا عرب، المدير الفني لريال مدريد لم يصرح بان ريال لم يشارك في مونديال الانديه. ريال مدريد تاني عرب ماله، في بيان رسمي يعلن مشاركتهم في مونديال الانديه. النصر السعودي يسعى لاخراج ساديو ماني على سبيل الاعاره. شفت زمن ساديو ماني؟ شفت. جوارديولا ماله عرب، الباب مغلق لعودتي الى برشلونه. يا عم عندنا مصر هنا الباب مفتوح، الاهلي باب مفتوح. اصابه فاندوسكي في مباراه بولندا وتركيا قبل اليورو. طيب، حكايه وقصه كده. واذا نسيت تصلي على الحبيب على افضل صلاه والسلام، تصلي على النبي. واذا نسيت تديني لايك، تديني لايك دلوقتي حالا. طيب خد لك حكايه وقصه كده. امبارح المنتخب بيلعب مع غينيا بيساو. طبعا اللي فيه ناس شايفين المنتخب كويس وفي ناس شايفين المنتخب وحش. هتقول لي رايي يا ابو سيد، هقول لك الاول مالكش دعوه برايي. كابتن حسام حسن امبارح بيقول لك احنا لعبنا ماتش جميل وكان فيه استحواذ وكان فيه. احنا استحوذنا بس استحواذ بلا معنى، استحواذ يعني ايه؟ انت فاهم ازاي؟ ده احنا ما شاء الله اللعيبه بتاعت غينيا بيساو عماله ترقص يمين وشمال. ده الجون اللي دخل فينا جون مضحك جدا على فكره، يعني انا ما اعرفش الجون ده دخل ازاي. ما اعرفش محمد حمدي وقع الوقعه دي ازاي، يعني والله تحس ان جون كوميدي كده، انت بتضحك والجون داخل، بتضحك والجون داخل. ففي ناس شايفه ان المنتخب ما لعبش ولعب، يعني لعب عشوائي، مش هو ده المنتخب. كابتن حسام حسن قال لك لا ازاي، ده احنا استحوذنا ولعبنا. احنا اخر مره استحوذنا على الكوره امتى؟ واحنا بنلعب بره خارج افريقيا، في افريقيا خارج مصر. ما احنا ما لعبناش كده وما استحوذناش كده وما مسكناش كوره كده. احنا كان نفسنا نكسب يا كابتن حسام، كان احنا وراك وبندعمك. انا كراجل اهلاوي يعني انت في حاجات حصلت منك، بس احنا وراك وبندعمك. باخد بس عليك يا كابتن حسام ان انت بعد اذن حضرتك اللي يعني بلاش مجامله في المنتخب، بلاش مجامله في المنتخب. يعني امام عاشور ما يقعدش. امام عاشور يعني اول ما نزل انت شفت الدنيا اختلفت ازاي. وفي ناس بتلعب كده عشان خاطر يبقى في توازن، يبقى في اهلي وزمالك. لا، هتقول لي مين يا ابو سيد؟ اقول لك احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو عمل ايه؟ عمل ايه الماتش ده وعمل الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه واللي قبليه. احمد سيد زيزو حصلته يوم على المنتخب، لعب كم مباراه، صنع كم جون، عمل كم اسيست، كم جون، عمل كم تمريره مؤثره؟ مفيش. جاب جونين، ما عملش حاجه تاني. فمش لازم تبقى فيه توازنات. ده مدير منتخب مصر، فالاصلح والاقدر انك تلعبه. سيبك من حته اهلي وزمالك. انت لو شايف ان محمد عبد المنعم وحش ما يلعبش، لو شايف ان رامي ربيعه ما يلعبش، لو شايف ان محمد هاني وحش ما يلعبش. اصل اخواتنا الزمالكاويه زعلانين قوي،
من الاسماء اللي بقول لك عليها دي. شايف ان مروان عطيه وحش ما يلعبش، شايف ان محمد شناوي ما يلعبش، لما كانوا عايزين دونجا وعايزين عمر جابر وعايزين الناس دي، فهم ماسكين يعني سايبين المنتخب. اصل امام عاشور مش في المنتخب علشان خاطر اتقمص، وحسام حسن عاقبه، وحسام حسن مش عارف. يا عم الحاج انت يا عم اهدى شويه، ده المنتخب بيلعب على فكره. منتخب امام عاشور ده بيلعب باسم منتخب مصر، ما بيلعبش باسم النادي الاهلي. يا عم تبص على احمد سيد زيزو الحصيله بتاعته ايه؟ صفر، ده مش موجود. اصل ناصر ماهر اول ما نزل اوعى ولع الدنيا وحط الكره يمين وشمال وهوب يا عم يا عم ما تقلباش اهلي وزمالك، الله يرضى على خلي فوق. انت راجل بتفهم ومصنف نفسك ان انت بتفهم، مع انك انت على الله ان شاء الله. انا كراجل اهلاوي يا عم، الحلو يا عم حلو، الوحش وحش، انا هكره يعني. ده منتخب مصر اللي بيلعب. انا عن نفسي اهلاوي بقول لك مش عايز لعيبه النادي الاهلي تروح المنتخب. هتقول لي اقول لك يا عم بروح يتصابوا ويرجعوا. اللعيبه اصلا تعبانين. تخيل معايا اللي هم هيرجعوا النهارده وعندهم ماتش يوم الجمعه مع فاركو. انت بتتكلم في ايه يا عم؟ اللعيبه تعبانه. وايه بقى بدايه من فاركو بقى كل 3 ايام ماتش، كل 3 ايام ماتش، كل 3 ايام ماتش. مش عايز اخدك في قصه يعني، بس انا بتكلم ان امام عاشور عامل خرم كبير قوي. تخيل معايا لو كان كهربا راح المنتخب وكان كهربا مثلا جاب الجول، يا لهوي ما كنا، يا لهوي الحرقان كان هيشتغل. انا حابب بس اتكلم في الحته دي. طبعا محمد صلاح جون جميل الصراحه بيحرزه منتخب مصر، موه واحد ورقص التاني وهوب راح حاططها في الجون. هو ده محمد صلاح، هو ده محمد صلاح. طبعا يعني انت عارف لو كنت كسبت امبارح كانت هتفرق معانا كتير جدا. ليه بقى؟ يعني سيريليون وبوركينا فاسو امبارح اتعادلوا. يعني بص المجموعه بتخدمك، المجموعه عماله تقول لك بص يا عم الحاج انا ايه، انا عمال اخدمك. يعني انت لو كنت كسبت امبارح بنسبه 80 90% انت كنت في المونديال. هتكسب ماتشين على ارضك هنا، انت ليك 3 ماتشات لسه على الارض. تكسب ماتشين على ارضك هنا انت كده لوز الموز كده، انت صعدت وصعدت مستريح كمان. طبعا اصابه مصطفى محمد صراحه الواحد زعلتنا كلنا كمصريين، طبعا مش كزملكاويه بس، لا كمصريين، اهلاويه زملكاويه اسماعيليه مصراويه اصلا كمصريين. لان احنا مش هنصنف نفسنا كاهلي وزمالك، لا احنا بنتكلم كمصر. مصطفى محمد لعب في منتخب مصر، مش هنعمل زيهم بنشمت في الاصابه. اصابه مصطفى محمد في الركبه، في اربطه الركبه، ان شاء الله باذن الله تبقى بسيطه وان شاء الله يرجع احسن من الاول. وليد ازارو، وكيل وليد ازارو بيقول لك الزمالك كان عايز يضم وليد ازارو، وليد ازارو ما رضيش. وليد ازارو قال لك يا عم الحاج لو رجعت هرجع الاهلي. وليد ازارو قال لك انا راجل محترف، انا مش ابن من ابناء النادي الزمالك. يعني ايه؟ يعني معلش انا هاجم، مش تدوني جنيه تتفقوا معايا على جنيه بعد كده اخد الجنيه ده بالمحاكم. ما هو الزمالك سوابق في الحاجات دي، مش سوابق يعني سجون لا، سوابق ان اللاعب بيجي ياخد فلوسه بالمحاكم بعد كده، المحاكم الرياضيه. فوليد ازارو قال لك لا، مع ان قال لك في نفس الوقت جماهير الزمالك بيضحك عليها بسرعه عادي يعني، فلو جبت جون ولا جونين هبقى اسطوره. لكن لا، انا لو رجعت هرجع للنادي الاهلي. ابراهيم حسن، الاجواء بين افراد منتخب مصر ممتازه، حلو زي الفل يا كابتن ابراهيم. وكابتن ابراهيم حسن برضه بيقول لك صلاح يثق في محمد، صلاح يثق في حسام حسن، والفتايين يهدوا شويه. قصده على كابتن رضا عبد العال طبعا، والفتايين اللي بيقعدوا يفتوا شويه، بيقعدوا يتكلموا كلام ملوش اي معنى، بس علشان خاطر يعني ايه يطلعوا ترند كده، يطلعوا يعني ايه يبقى في القنوات لسه شغالين، سبوبه شغاله. طول ما انت بتغلط في الكابتن حسام، فانت الناس هتلاقيك. طول ما انت بتغلط في النادي الاهلي فالناس هتنده لك وتقول لك تعالى عندنا في اعلانات، في برامج، في اهم حاجه انك تشتم في الاهلي، اهم حاجه تشتم في المنتخب. الاهلي اقترب من نهايه صفقه يوسف ايمن. انا بقول لك طالما يوسف ايمن جاي مع زين الدين بالعيد، مع رامي ربيعه، مع ياسر ابراهيم، تعرف ان محمد عبد المنعم ماشي قولا واحدا. محمد عبد المنعم ماشي. انا عايز بس اتكلم حته الكابتن حسام حسن بس معلش. يا كابتن حسام خد بالك ان في لاعب اسمه سام مرسي، ده بيلعب في الدوري الانجليزي ولسه الفرقه بتاعته صاعده في الدوري الانجليزي، والنادي بتاعه متمسك انه يجدد له في الدوري الانجليزي. ليه ما تاخدوش في المنتخب المصري؟ ليه؟ مش عارف صراحه، مش عارفها ومش فاهمها. طبعا اتحاد الكره اتفق مع بريرا رئيس لجنه الحكام انه مع السلامه، مع الف سلامه، مع الف سلامه. طب لجنه الحكام امبارح كان في اجتماع مع مجلس اداره مع الكابتن محمود الخطيب و مارسيل كولر. عليها ابو السيد قال لك يا عم الحاج شوف الحاجه اللي انت عايزها، اللعيبه اللي انت محتاجها عشان خاطر نخلص فيها. طيب مع مارسيل كولر قال لك عايزين محمد كوناتيه. قالوا له طب محمد كوناتيه معلش يعني مستواه نزل فممكن تشوف حد تاني. قال لهم لا انا متمسك محمد كوناتيه. طيب يوسف ايمن يوسف انا عايز ايمن يوسف، حاضر نخلص لك في ايمن يوسف. مين تاني يا رب؟ في حد تاني بس نسيت اكتب.
لجنه التخطيط كانت مارسيل كولر عايزاه عايزه، ولجنه التخطيط ما رضيش، لجنه التخطيط ما رضيتش، قالت لا مش موافق. المهم في شد وجذب بلجنه التخطيط ومارسيل كولر. مارسيل كولر ضمت عايز 5 لاعبين. يحيى عطية الله، يحيى عطية الله قال لك انا عايز يحيى عطية الله. لجنه التخطيط قالت له لا. ليه؟ علي معلول راجع، وراجع في يناير او في سبتمبر، فاحنا هنجيب اجنبي على اجنبي في نفس المكان، ما ينفعش، ما ينفعش. فهو ده اللي مارسيل كولر طلب كمان لاعب في جناح اجنبي، ولاعب مكان اليو ديانج في منتصف الملعب، في منتصف الملعب. لجنه التخطيط وافقت وقالت احنا هنرشح لك، قول لنا اللي انت عايزه، واحنا اذا خلصنا في الاستاوندنج شغال، واحنا شغالين برضه على اللي انت عايزه، على اللي انت عايزه. بس لجنه التخطيط صراحه على الله ان شاء الله. اذا عجبك الفيديو اعتبر خلي على باللايك والاشتراك وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.